وبسرعة غريبة وخفة عجيبة قطعها خالد بن الوليد بسيفه لنصين. هما مين؟ اللات والعزى. زمان وقبل ما جه الإسلام كان في 3 أصنام بيتعبدوا في شبه الجزيرة العربية: اللات والعزى ومناه. كان العرب بيقدموا لهم القرابين وبيخافوا منهم وبيطلبوا منهم كل حاجة، لحد ما جه الإسلام وانتشر وأمر النبي الصحابة بهدم الأصنام. وكان هدم العزى من نصيب خالد بن الوليد. وفعلا خالد راح للصنم وهدم ورجع للنبي، فالنبي سأله شفت ايه؟ قال له ما شفتش حاجة. فراح قايل له ارجع، انت لسه ما هدمتش العزى. فرجع خالد بن الوليد وبدأ يهدم في الأساس اللي هو مكان مكسر الصنم. وفجأة لقى ست طلعت له عريانة خالص وشعرها منكوش وبتصرخ زي المجنون، وبدأت تهجم عليه. وبسرعة غريبة وخفة عجيبة قطعها خالد بن الوليد بسيفه لنصين. ولما رجع للنبي وقال له على اللي حصل، قال له هي دي العزى، الشيطان اللي كان بيتعبد من العرب. بس السؤال هو، لما العزى كان فيها شيطان، اللات ومناه كان فيهم ايه؟ تابعني واستنى الفيديو الجاي عشان اللي جاي مرعب اكتر من اللي فات.